ده أسد الحلقة وهو صغير. شو لاحظوا ان هو لما بيحاول يمسكهم شوفوا ازاي بيلعب معاهم. شوفوا هيطبطب على كتفه دلوقتي طبطبة وكأنه بيقول له انت صاحبي وحبيبي. شوفوا ازاي ما بيفردش مخالبه ابدا وهو بيحبهم او بيحضنهم، علشان هو عارف قد ايه ممكن مخالبه تأذيهم. شوفوا هنا مبسوط وسعيد. هنا شوفوا ازاي دخل عليه. شوفوا ازاي ده معناه حضن لسه مرتقب هيتاخد. شوفوا ازاي حب وعطف وقبل كالطفل الصغير بين يدي أبيه، حاجة عجيبة. ويقبلوا بعض. على فكرة دول مش مدربين ولا ليهم دعوة بالأسود ولا يفهموا فيها، دول بس بيحبوه كده. دول اشتروه لأن دي كانت موضة في الستينات. شوفوا هنا هو بيكتب والأسد بعكسه كأنه بيقرأ معاه. شوفوا ازاي بصوا كأنه بيقرأ معاه، بيشاركوا في فالعبد بأخلاق سبقا. شوفوا هنا ده الموقف اللي انا قلت لكم عليه. ودوه الغابه. بصوا هنا لما لقى، شوفوا راجع لصاحبه ازاي. شوفوا ازاي بيقول له انت هتسيبني؟ لا 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 انا بحبك ما تسيبنيش، انا مش عايز اقعد في المكان ده، انا عايز اجي معاك. هياخدوه لمكان تاني. هو كبر لازم يعيش حياه طبيعيه. انا عايزكم تدققوا النظر في هذا الموقف لانه في غايه التاثير. الأسد بينظر للغابة عشان عايزينه يعيش حياته حر من غير ما يكون في شقة مقفولة. لاحظوا ان صاحبه اللي هو واقف لابس أصفر ده صاحبه وحبيبه قوي، ما بيودعوش. شوفوا مش عايزين يبصوا لبعض، مش عايزين ينظروا لبعضهم. شوفوا الأسد حزين ازاي. شوفوا ولما راح لعيلته شوفوا ازاي ما بيحبهمش زي ما كان بيحب اصحابه اللي اتربى معاهم وبيحبهم. شوفوا يمكن ده ابوه او اخوه كبير، ولكن شوفوا ازاي ما بيحبهمش قوي زي ما كان بيحب اخوانه وحبايبه اللي اتربى معاهم. لان ده هنا بعد كام سنة رجعوا له، كان كبر جدا في الغابة وعايزين يشوفوا بقى هو لسه فاكرهم ولا لا. شوفوا الأسد لما شم ريحتهم بعد ما سابوه ودعوه، شوفوا ازاي راجع بالراحة بالراحة بالراحة. شوفوا أول ما هيشوف صاحبه زي ما بيقول الشاعر وأقرب ما يكون الشوق شوقا حين تقترب الديار من الديار. أصبح قريب منه. شوف هيعمل ايه. هنا بقى تبدأ القبلات وتبدأ الأحضان ويبدأ العطف ويبدأ الحنان. يعني منظر عجيب. يحضن ده مرة وده مرة، مفيش مخالب بتتفرد، مفيش حاجة. شوفوا ازاي. ومرة باحتكاك الرؤوس ومرة بتقبيل الفم. ويحب ده ويشوفوا ازاي وما بيوقعهمش. ده وزنه تقيل جدا، ده وزنه يجي اكتر من يمكن 200 كيلو او اكتر. شوفوا ازاي تاني ولا ما بيوقعهمش. هو عارف ان وزنه تقيل، مش عايز يضغط عليهم بحضنه علشان ما يوقعهمش. شوفوا ازاي. وقبل بالفم مع ان الاسود لا تقبل بالفم. شوفوا ازاي. هنا جاب لهم المدام بتاعته، كان اتجوز، ويقول لهم سلمي على عمه وعلى اصحابي وحبايبي، وخدهم وراح للعيلة اللي هو عملها. شوفوا هنا قاعدين معاه شوفوا ازاي. دول اولاده. شوفوا هنا بيلعبوا له في صوابعه. شوفوا ازاي هيجيب لهم اولاده في امان تام من غير. سبحان الله العظيم. شوفوا ازاي. ده ابنه الصغير، حتى ابنه طالع حنين زيه. شوفوا ازاي حب اللي ابوه بيحب. شوفوا بيحضنوا اصحابه. شوفوا بيقعدوا صابعهم بالراحه، بيلعبوا مع بعض من غير ما يأذيهم خالص. ده هو لو بس ضغط شويه يقطع الايد كلها. شوفوا ازاي. هو كمان بيحن. شوفوا ده اسد حنين على فكره. يعني الاسد ده انا متصور ان هو في الاسود. شوفوا ازاي. دي زوجته. عواطف. الاسد ده مميز.
هما بيتأملوه. شوف عيلة كاملة حب وحنان ورحمة وأمان، ودي أسود قلب الأسد. شوفوا ازاي، ادي أسد وعمل عيلة كلها حالمة طيبة ورقيقة والطباع سراقة، وكلهم متعلموا من بعض. شوفوا ازاي الهدوء اللي هم فيه. مين يصدق ان دول أسود؟ حسن يا رب لنا الخلقا. شو هنا نايمين جنب بعض، الذكريات هنا بيقبلوا بعض، هنا وهو بيهرش في صوابعه، هنا هم مع بعض. شوفوا ازاي. حسن يا رب لنا الخلقا. طهره فلا يحوي نزغا.